مانديلا يعتبر نفسه جزائري وقالها هو بنفسه باش تكونوا في الصورة، لأن ربما إخواننا في بين ما همش مطلعين على التاريخ تاع بداية الثورة. مانديلا التحق بالصفوف تاع الثورة الجزائرية في 61 حتى يتدرب ويدرب الجماعة اللي معاه لانطلاق في حرب تحريرية في جنوب افريقيا لاسقاط النظام العنصري، نظام الابارتايد. لما رجع من الجزائر لقاو عليه القبض. بعد ما خرج من السجن مانديلا اصبح ايقونة في الحب للحرية والتحرر والتحمل، لأن تحمل شيء ما قليل من البشر اللي يتحملوا المدة اللي كان مسجون فيها وإلى آخره. أول ما زار هنا وقال أنا جزائري، الجزائر وطني، يعني مانيش لاجئ ولا كذا، لأنه على هذه المعرفة إيقونة إفريقية. وما دامنا دخلنا في إثبات الهوية الإفريقية ما نوجدوش رمز اللي يمثل الجزائر ويمثل جنوب افريقيا، ايضا افريقيا كلها، مثل نيلسون مانديلا. هذه بصفة عامة. يعني الباقي احنا اللي علينا نعملوه. الجزائر كما تعرفوها باللي الجزائر بلاد نتاع شباب، اكثر من 70% 72% عندهم اقل من 35 سنة. البلاد بلادهم كهول وهذوك معليش، يعني حقهم، بلاد كذلك بلادهم، ولكن المطالب اللي نلبيها بأولوية هي مطالب الشباب. شكرا.